لو جيت تكلمني وتقول لي يا مستر ايه احلى حاجه موجوده في مصر او ايه احلى حاجه بتخليك فخور انك مصري، هرد عليك واقول لك الحضاره المصريه القديمه. لو سالتني يا مستر هي الحضاره المصريه القديمه دي عباره عن ايه، هقول لك يا حبيبي عباره عن مثلا الاهرامات اللي اجدادنا سابوها لنا، المعابد، التماثيل، العلوم، الحاجات القديمه اللي اجدادنا المصريين اللي كانوا عايشين على ارض مصر سابوها لنا ولسه موجوده لحد دلوقتي. لو سالتنا يا مستر مين اللي عمل الحاجات دي كلها، الاهرامات والمعابد والحاجات دي، هقول لك المصريين القدماء. اما بقى لو سالتنا يا مستر عملوها ازاي، هقول لك السلام عليكم ورحمه الله حبايب قلبي ابطال خمسه ابتدائي في كل مكان في مصر. معانا درس جميل النهارده، والدرس الاول في الوحده الثانيه عوامل قيام الحضاره المصريه القديمه. يلا بقى حبايب قلبي نتفرج على حضارتنا المصريه القديمه ونعرف الحضاره دي المصريين عملوها ازاي، ونعرف اصلا يعني ايه حضاره. فيلا بينا بسم الله، ركز معايا عشان نبدا في اول الدرس، مش هنعدي كلمه خالص غير لما تفهمها، بس انت ركز معايا. هنا يا حبايبي في الاول كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي اجتمع ابداع المصري القديم مع جمال الطبيعه. المصريين القدماء دول يا مستر كانوا شاطرين جدا ومبدعين وبيعملوا حاجات تحفه محدش يعرف يعمل زيها. الحاجات دي بقى يا مستر هي وجمال طبيعه مصر وحلاوه طبيعه مصر عملوا ايه؟ ادوا الى ايه؟ اقول له يا عم عملوا ايه؟ ساعدوا في تشييد حضاره ما زالت خالده، يعني ما زالت موجوده لحد دلوقتي. والحضاره دي يا بابا ابهرت العالم، خلت العالم كله مستغرب الحاجات دي اتعملت ازاي؟ الاهرامات الكبيره دي اتبنت ازاي؟ حلو. وكمان يا اولاد العالم اتبهر باثارها العظيمه وعلومها وعلومها المتقدمه. انت دلوقتي هتقول لي يا مستر تمام، انا عارف ان في اهرامات وفي معابد وفي حاجات زي دي، بس هو يعني ايه حضاره؟ ليه بتقول حضاره؟ ايه كلمه حضاره دي؟ هلخص لك الموضوع ببساطه. بص يا حبيب قلبي، الحضاره دي يا حبيبي ببساطه كده ومن غير اي الكلام اللي ورايا ده عباره عن ايه؟ عباره عن ناس كانوا عايشين في فتره من الفترات. الناس دي يا مستر كانوا شاطرين جدا جدا جدا، لدرجه ان هم عملوا حاجات ماديه. يعني ايه حاجات ماديه؟ يعني حاجات اقدر المسها بايدي. حاجه الماديه اللي اقدر المسها بايدي، عملوا حاجات ماديه. الحاجات دي عظيمه جدا محدش يعرف يعمل زيها. زي ايه مثلا الحاجات الماديه؟ قول لي. زي الاهرامات يا مستر اللي هم بنوها محدش يعرف يعمل زيها. وكمان عملوا حاجات ثقافيه، زي ان كان لهم يا مستر انجازات في العلوم وفي الفنون وفي الادب وفي الحاجات دي. فاحنا يا مستر بقى الحاجات دي كلها على بعضها، سواء الحاجات الماديه او الحاجات الثقافيه، انا بسميهم كلهم على بعض ايه؟ حضاره. طب ما يلا واحده واحده كده يا عم معايا، هو يعني ايه حضاره؟ قال لي كل ما انتجه الانسان. يعني ايه؟ يعني كل حاجه عملها الانسان، كل حاجه عملها الانسان. طب ما تفهمنا اكتر يا عم. قال لي سواء الحاجه اللي عملها الانسان دي يا مستر كانت حاجه ماديه. قلت له ماديه يعني ايه؟ قال لي هتعرف تلمسها بايدك، زي المباني زي العمران. زي المباني زي الايه؟ زي العمران. يبقى يعني ايه حضاره تاني؟ كل ما انتجه، يعني كل حاجه عملها الانسان. حلو. اللي كان عايش بقى قبل كده، سواء الحاجه دي كانت حاجه ماديه زي المباني والعمران، او حاجه ثقافيه زي العلوم والفنون. زي العلوم والايه؟ والفنون. دي يا مستر انا بسميها حضاره. يبقى اول ما اقول لك يا حبيب قلبي ما المقصود بكلمه حضاره، رد عليا يلا كده وقول لي كل حاجه عملها الانسان. يعني ايه؟ يعني كل ما انتجه الانسان، سواء كان ايه؟ سواء كان ماديا او ثقافيا. ماديا او ثقافيا. ها، ماديا زي ايه؟ مباني وعمران. ثقافيا زي ايه؟ علوم وفنون. حلو قوي يا عم، انا عرفت دلوقتي يعني ايه حضاره. فاضل بقى اعرف الحضاره المصريه دي اتعملت ازاي. شوف يا حبيب قلبي كده وركز بقى كده معايا حته حته. الحضاره المصريه بتاعتنا يا اولاد اللي عملها المصريين. تمام. طب يا مستر، طب ما احنا عارفين ايه الجديد. الجديد بقى ان في حاجات ساعدت المصريين ان هم يعملوا الحضاره دي، والحاجات دي لو ما كانتش موجوده ما كانوش هيقدروا يعملوا الحضاره العظيمه اللي احنا بنتكلم عليها دي. فالحاجات دي يا مستر انا بسميها ايه؟ بسميها عوامل قيام الحضاره المصريه القديمه. حلو. عوامل قيام الحضاره المصريه القديمه يعني حاجات ساعدت في قيام الحضاره المصريه القديمه. ايه الحاجات دي يا ابطال؟ كانوا نوعين، حاجات طبيعيه وحاجات بشريه.
عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. يعني ايه يا مستر؟ العوامل الطبيعيه اللي ساعدت على ان الحضاره دي تتعمل، يعني حاجات ربنا هو اللي عملها، الانسان ملوش دخل فيها. حاجات ربنا اداها لمصر واداها للمصريين وقال لهم خدوا يا مصريين الحاجات دي اعملوا بها حضاره عظيمه. يبقى انا بسمي الحاجات دي عوامل طبيعيه منحها الله لمصر، ربنا اداها لمصر. خلاص؟ الانسان هو اللي عملها؟ لا. الانسان ليه دخل فيها؟ لا. علشان كده بقول عليها عوامل طبيعيه. اما بقى العوامل البشريه يا حبيبي فديت يا بابا على راسها الانسان المصري. يعني اول حاجه في العوامل البشريه اللي ساعدت في الحضاره هو الانسان المصري. لو ما كانش الانسان المصري موجود كانت الحضاره دي اتعملت؟ لا. الانسان المصري انهي؟ المجتهد المحب لوطنه، المجتهد اللي بيشتغل بجهد واللي بيحب ايه؟ واللي بيحب وطنه. يبقى انا عندي الحضاره المصريه اتعملت ازاي؟ اتعملت يا مستر بحاجتين، يا اما عوامل طبيعيه ربنا هو اللي اداها لمصر، يا اما عوامل بشريه زي الانسان المصري اللي ساعد انه يعمل الحضاره دي. طيب انا دلوقتي عايز اتكلم عن ايه؟ تعالى يا عم نتكلم عن العوامل الطبيعيه. يلا كده. اولا العوامل الطبيعيه زي ايه؟ قال لي رقم واحد يا مستر ساعد في قيام الحضاره هو نهر النيل. طب نهر النيل ده فيه ميه، ايه علاقته بالحضاره؟ عمل ايه؟ تعال اشرح لك القصه من الاول. هنا بيقول لي ساعد نهر النيل المصري القديم في شويه حاجات. انت يا نهر النيل ساعدت المصري القديم؟ قال لي ايوه انا ساعدته ووقفت جنبه. عملت ايه يا نهر النيل؟ قال لي ساعدته في الزراعه والاستقرار على ضفافه. يعني ايه؟ يعني بص يا مستر معايا، المصري القديم ده يا مستر زمان كان عايش في الصحاري فوق الهضاب، بيدور على اي حاجه ياكلها او اي حاجه يشربها. المهم يا مستر فضل المصري القديم عايش حياه تنقل وترحال، يعني كل يوم عايش في حته، كل يوم عايش فوق هضبه. المهم يا مستر لما المصري القديم ده لقاني وشافني ولقى ان انا عندي ميه عذبه كتير، قام قايل بس انا هاجي اعيش جنب نهر النيل هنا واستقر. يعني ايه استقر؟ يعني ابني بيت على جنب نهر النيل واعيش وافضل جنب نهر النيل على طول. ليه؟ لانه موفر لي ميه عذبه، والميه دي كمان انا هشربها وممكن استخدمها في الزراعه واعيش بقى هنا على طول. يبقى اول حاجه ساعدت المصري القديم انه يعمل حضاره ايه؟ نهر النيل. ليه يا عم؟ لان نهر النيل ده ساعده في الزراعه وساعده في الاستقرار على ضفافه. كلمه ضفافه يعني جوانبه، على جوانب نهر النيل من هنا ومن هنا. خلاص. يعني لو ما كانش في نهر النيل ما كانش هيبقى في زراعه، ولو ما كانش في زراعه ما كانش المصري القديم اصلا استقر ولا قعد في مصر اصلا، كان مشي راح في اي حته. حلو قوي. كمل. تاني حاجه يا مستر انا ساعدت المصري القديم في الوحده والتعاون لبناء الجسور والسدود. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني يا مستر المصريين القدماء كلهم كانوا برضو عايشين على ضفافي، وانا نهر واحد وهم مصريين كتير، فانا يا مستر خليتهم يتعاونوا مع بعض ويبقوا شعب واحد بيحب كله بعضه. تمام حلو قوي. لانهم يا مستر كانوا بيشتركوا لما يجوا يبنوا سد عندي. لما كانوا المصريين يجوا يبنوا سد على نهر النيل كانوا بيساعدوا بعض وبيتعاونوا مع بعض وبيشتركوا مع بعض. فانا ساعدتهم في الوحده، انا خليتهم شعب واحد كله على بعضه كده كتله واحده مش متفرقين، وساعدتهم ان هم يتعاونوا مع بعض في بناء الجسور والايه؟ والسدود. ولو ما كنتش موجود يمكن ما كانوش بقوا شعب واحد ولا كانوا تعاونوا مع بعض. طيب ايه تاني يا عم نهر النيل؟ قال لي يا مستر انا ساعدت المصري القديم في التواصل بين الشمال والجنوب. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني يا مستر دوله مصر دي يا مستر فيها الحته اللي فوق دي كده اسمها الشمال، والحته اللي تحت دي كده اسمها الجنوب. حلو. قلت له تمام. قال لي الشمال عايش فيه ناس والجنوب عايش فيه ناس. انا بقى يا مستر كنت موصل الشمال بالجنوب، فبتوع الشمال لو عايزين يروحوا الجنوب كانوا بيروحوا في ازاي؟ بيروحوا عن طريق نهر النيل. وبتوع الجنوب لو عايزين يروحوا الشمال او يتواصلوا مع الشمال كانوا بيروحوا ازاي؟ عن طريق نهر الايه؟ نهر النيل. فانا ساعدت المصريين القدماء في انهم يتواصلوا بين الشمال وبين الجنوب. يبقى اهو التواصل بين الشمال والجنوب. يبقى لخص معايا يا بطل ابطال يا عم نهر النيل، انت ليك اي فضل علينا او ساعدتنا في حاجه؟ ايوه يا مستر ساعدتكم. طب ساعدتنا في ايه؟ ساعدتكم في 3 حاجات. رقم 1 الزراعه واستقرار المصري القديم ان هو اصلا يقعد يستقر كده على ضفافي ويعيش عندي. تاني حاجه ساعدتكم في انكم خليتكم شعب واحد، الوحده، ومتعاونين لما تيجوا تبنوا جسور او سدود.
ساعدتكم في انكم تقدروا تتواصلوا بين شمال مصر وجنوبها عن طريقي، تركبوا السفينه وتروحوا من شمال مصر لجنوبها بسهوله. يبقى نهر النيل يا اولاد ساعدها في بناء الحضاره المصريه القديمه، وده من العوامل الايه الطبيعيه، وعرفنا ساعد في ايه. طيب رقم اتنين المناخ المعتدل. الجو في مصر معتدل يا مستر؟ ده الجو في مصر حر جدا، ده احنا مش طايقين الحر، وفي الشتاء بيبقى برد جدا. يا حبيبي ده كلام احنا بنقوله كده وخلاص، لكن الجو في مصر معتدل. لان انت يا حبيبي الحر اللي انت فيه دلوقتي ده مش حر. لو عايز تشوف الحر روح وسط افريقيا، تلاقي الجو هناك نار بجد. ولو عايز تشوف البرد روح شمال روسيا، تلاقي الجو عندهم الارض عليها تلج بجد. فاحنا يا حبيبي عايشين في جو معتدل. طيب الجو المعتدل ده ايه علاقته بالحضاره؟ تخيل يا حبيبي معايا لو انت عايش في جو حر جدا او جو برد جدا، هتعرف بقى تبني حضارات وتعمل بقى اهرامات وتماثيل وكلام من ده. انت هتبقى بتفكر بس ازاي يا اما تدفي نفسك يا اما ازاي ترتب على نفسك في الحر. لكن بما انك في جو معتدل وجميل كأن حد مشغل لك التكييف كده حبيبي، فانت مزاجك رايق وهتبدا تبني الحضاره الايه العظيمه. تعال نشوف كده هنا بيقول لي ايه. بيقول لي انعم الله سبحانه وتعالى على مصر بمناخ معتدل، يعني جو جميل معتدل حلو. المناخ المعتدل ده عمل ايه من نتائج؟ قال لي ساعد المصريين القدماء على الابتكار والعمل. ساعدهم ان هم يبتكروا حاجات جميله ويعملوا يشتغلوا. اما لو كان الجو يا مستر مش معتدل ما كانوش هيقدروا ولا يبتكروا ولا ايه ولا يعملوا، وما كانش الجو هيساعدهم. طيب حلو قوي. كمل حاجه كمان اهو في المناخ. بيقول لي ايه؟ ساعد المناخ الجاف على بقاء اثار المصريين القدماء خالده حتى الان. قلت له ثانيه واحده، يعني ايه مناخ جاف؟ مش انت قلت لي معتدل؟ يا حبيبي المناخ معتدل من حيث درجه الحراره. المناخ بقى جاف يعني ما بتنزلش فيه امطار كتير، الامطار بتاعته مش غزيره في الصيف وفي الشتاء، لا احنا الامطار عندنا في فصل الشتاء ومش غزيره قوي. حلو. يبقى ساعد المناخ الجاف ده بقى على بقاء الاثار. اما يا مستر لو كان المناخ عندنا مش جاف وكان بتسقط امطار كتير وسيول بقى وطول الصيف وطول الشتاء، كان زمان الاثار دي يا مستر باظت من زمان ووقعت. لكن المناخ الجاف بتاعنا هو اللي ساعد على بقاء آثار المصريين خالدة، يعني موجودة لحد دلوقتي. موجودة لحد ايه؟ لحد دلوقتي. يبقى يا حبيب قلبي المناخ بتاعنا ساعدنا على قيام الحضارة، ايوه في حاجتين: خلى المصري القديم يبتكر ويشتغل بجهد. تاني حاجة خلى الآثار اللي هو عملها موجودة لحد دلوقتي لأنه مناخ ايه؟ لأنه مناخ جاف. طيب تعالى يا عم نشوف رقم 3. رقم 3 بقى الموقع الجغرافي. احنا اخدنا حاجتين، اخدنا نهر النيل واخدنا المناخ. تالت حاجه في العوامل الطبيعيه الموقع الجغرافي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني موقع مصر في العالم. مصر مكانها موجود فين في العالم، ده موقعها الجغرافي بالنسبه للحاجات اللي جنبها. حلو قوي. ايه علاقه الموقع الجغرافي بتاع مصر بالحضاره؟ قال لي بص يا مستر، مصر الحمد لله موقعها الجغرافي خلاها تبقى ملتقى قارات العالم القديم الثلاث. قلت له يعني ايه يا عم؟ قال لي يعني يا مستر لو مسكت الخريطه كده وبصيت على مكان مصر هتلاقي مصر موجوده في النص بين قاره اسيا، بين قاره اوروبا، وفي قلب وفي قاره افريقيا. يعني موجوده بين الثلاثه، بين اسيا وافريقيا واوروبا. فمصر موجوده في النص يا مستر، ده موقعها الجغرافي خلاها موجوده في النص. قلت له طب وايه يعني موجوده في النص؟ قال لي لا ده مصر كده يا مستر ملتقى الثلاث قارات. يعني احنا نقدر نروح اسيا بسهوله لانها لازقه فينا، نعرف نروح افريقيا بسهوله لان احنا اصلا فيها، نعرف نروح اوروبا بسهوله لانها قريبه مننا جدا. فكده يا حبيبي احنا في النص، فنعرف نروح الثلاث قارات دي بسهوله. ايوه يا مستر انا فاهم، بس لما نروح الثلاث قارات ده ايه علاقته بالحضاره؟ اقول لك بقى يا حبيبي ما هو ده ساعد على التأثير والتأثر بالحضارات القديمة اللي موجودة في المناطق دي. قلت لي ازاي؟ قلت لك يعني احنا لما نروح اوروبا هنلاقي هناك حضارات موجودة في اوروبا. تمام؟ تمام. فالمصريين القدماء لما كانوا يروحوا اوروبا كانوا يشوفوا الحضارات اللي هناك بتعمل ايه؟ شاطرين في ايه؟ شاطرين مثلا في العلوم، فكنا ممكن يا مستر نتأثر بيهم في حاجة او نقلدهم في حاجة ونعمل زيهم. وبعد كده نروح اسيا ونشوف الحضارات اللي هناك، وممكن برضو نعمل زيهم. بعد كده ننزل تحت في افريقيا ونشوف الحضارات اللي هناك وممكن نعمل زيهم.
فده يا مستر ساعد على التأثير والايه والتأثر، ان احنا يا اما نقلدهم يا اما هم اللي يقلدونا. اما يا مستر احنا لو ما كناش موجودين وسط قارات العالم القديم الثلاث ما كناش هنشوف حد ولا كان في حد هيشوفنا، وما كناش هنتأثر بحد ولا كان في حد هيتأثر بينا. يبقى يا مستر الموقع الجغرافي بتاع مصر خلاها ايه؟ ملتقى قارات العالم القديم الثلاث، اسيا وافريقيا واوروبا. وده ساعد على ايه؟ ساعد على التأثير والتأثر. بقينا نقلد الحضارات اللي عندهم في حاجات وهم يقلدونا في حاجات. حلو قوي الكلام ده. وهنا بقى يا حبيبي اللي يكلمك كويس عن موقع مصر الجغرافي هو العالم جمال حمدان. ومن اقوال جمال حمدان في الكتاب بتاعه كتاب شخصية مصر انه قال ايه؟ بص بقى العالم جمال حمدان قال ايه؟ قال بص يا عم، مصر هي حجر الزاوية. حجر الزاوية. قلنا له يعني ايه حجر الزاوية يا عمو جمال حمدان؟ قال لي يا مستر يعني موجودة في الزاوية بالظبط بين اسيا واوروبا وافريقيا، في النص في السنتر. حلو قوي، كمل. قال لي فهي بوابة مشتركة لافريقيا واسيا والنيل، اللي هو نهر النيل الوحيد الذي بفضله تصبح مصر المدخل الوحيد الى قلب القارة واللي هي قارة افريقيا. قلت له يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني يا مستر مصر دي تعتبر بوابة تفتح كده وتدخل على اسيا. من مصر ايوه احنا نقدر نروح اسيا بسهوله، ده لازقه فينا. بوابه تفتح وتدخل على اسيا. قلت له تمام. قال له برضه بوابه تفتح وتدخل على اوروبا في ثانيه. قلت له تمام. قال له ونهر النيل كمان عندنا، فبنهر النيل ده نقدر بسهوله نروح اي حته في افريقيا. تاني نهر النيل نازل تحت في افريقيا. قلت له تمام 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 تمام. يبقى مصر يا حبيبي حجر الزاويه موجوده في النص، فهي بوابه مشتركه لافريقيا واسيا والنيل، والنيل الوحيد اللي بفضله نقدر نروح اي مكان في افريقيا. كلام جميل. يبقى موقع مصر الجغرافي يا مستر، ركز بقى كده معايا يلا. موقع مصر الجغرافي يا مستر خلاها دولة معزولة ومرمية في حتة لوحدها، ولا خلاها تقدر تتواصل مع بقية القارات بسهولة؟ خلاها تقدر تتواصل مع بقية القارات بسهولة. دي خلاها بوابة مشتركة لكل الايه؟ لكل القارات. طيب تعالى يا عم على رقم 4 وهي الحدود الطبيعية. بس افتكر معايا، هو احنا اخدنا كام حاجة من العوامل الطبيعية؟ 3: نهر النيل، المناخ، ورقم 3 ايه؟ الموقع الجغرافي. رقم 4 الحدود الطبيعية. حدود مين الطبيعية ده؟ انا مش فاهم حاجة. تعال نفهم واحدة واحدة. هنا بيقول لي ايه؟ تتمتع مصر بحدود طبيعية آمنة. ماشي انا تمام، بس انا مش فاهم يعني ايه حدود طبيعية آمنة، ويعني ايه حدود طبيعية اصلا؟ شوف يا حبيبي، يعني ايه حدود مصر؟ تعالى كده اما اقول لك ان المربع ده هو مثلا هو مصر. يلا، يعني ايه بقى الحدود بتاعت مصر؟ الحدود بتاعت مصر يا حبيبي هي جوانب مصر، من هنا من الجنوب، ومن هنا من الشرق، ومن هنا من الشمال، ومن هنا من الغرب. دي اسمها حدود مصر. اتفقنا؟ اتفقنا. دي يا مستر اللي بتفصل مصر عن الدول اللي جنبها وعن الحاجات اللي جنبها. صح؟ قلت لك صح. تمام. هنا بقى يا مستر بيقول لي حدود مصر دي حدود طبيعية. قلت له يعني ايه حدود طبيعية؟ قال لي يعني انت لو جيت تبص هنا في الشمال هتلاقي ايه اللي موجود عند مصر من فوق؟ البحر المتوسط. قول لي والنبي يا حبيبي رد عليا، هو البحر المتوسط ده البشر هم اللي صنعوه ولا ربنا هو اللي عمله؟ ربنا هو اللي عمله. يبقى ده حدود ايه؟ طبيعية. طب انت لو جيت تبص هنا في الشرق هتلاقي ايه؟ هتلاقي البحر الاحمر. طب قول لي يا حبيبي البحر الاحمر ده البشر اللي عملوه؟ ها؟ لا، ربنا اللي عمله، يبقى حدود طبيعية. طب لو جيت تبص هنا في الغرب هتقول لي يا مستر هنا دولة ليبيا. هقول لك يا حبيبي استنى، في الغرب هنا في صحراء يا حبيبي، صحراء شاسعة كبيرة واسعة. مين اللي عمل الصحراء دي؟ الصحراء دي اللي عملها ربنا. وكذلك في الجنوب برضو صحراء، وهنا صحراء. يبقى كده حدود مصر ايه؟ حدود طبيعية. طب امتى يا مستر تكون حدود مصر حدود بشرية مش طبيعية؟ يلا بقى معايا كده، امتى تكون حدود مصر حدود بشرية؟ اقول لك بص، ادي مصر اهي. تاني، عارف امتى تكون حدودها حدود بشرية؟ لو كانت يا حبيب قلبي هنا كده على طول لازقة في مصر دولة، وهنا كمان دولة، وهنا كمان دولة، وهنا كمان دولة، والدول دي
مفيش فيها يا مستر، مفيش بينها وبين مصر صحراء، والدول دي مفيش بينها وبين مصر صحراء، دي لازقه في مصر كده على طول. يبقى اذا كده بقت حدود بشريه، البشر هم اللي حطوها عشان يفصلوا الدول بينها وبين بعض. لكن احنا ربنا عمل لنا حدود ايه؟ عمل لنا حدود طبيعيه. انا برضو عايز افهم واحده واحده كده. انت قلت لي الحدود الطبيعيه دي يا مستر زي البحرين، البحر المتوسط والبحر الاحمر والصحاري المصريه الشاسعه. حلو. وهذه الحدود الطبيعيه ساعدت المصريين القدماء على ايه؟ ايوه انا عايز اجي عند الحته دي بقى. ايه اهميه الحدود الطبيعيه اللي انت بتكلمنا عليها؟ بص يا حبيبي، لو احنا حدودنا حدود بشريه وفي دول لازقه فينا جامد كده، الدول دي ممكن ببساطه تتسلل وتدخل عندنا وتحتل ارضنا. وتحتل ايه؟ ارضنا، لان هم جنبنا جدا. لكن يا حبيبي لو احنا ما فيش جنبنا دول، وجنبنا في الشمال بحر، وفي الشرق بحر، وفي الغرب صحراء، وفي الجنوب صحراء كده، علشان الاعداء او اي حد عايز يحتل ارضك يجي لك، هيبقى صعب ان هو يوصل لك بسهوله. هيبقى صعب ان هو يوصل لك. اصل علشان يوصل لك لازم يعدي بحر، لازم يعدي صحراء. فلما هيجي لك انت هتكون مستعد له، مش هيخضك ولا هيدخل لك بسهوله، ده انت هتقدر تهزمه بسهوله، لان الحدود بتاعتك صعب حد يعديها. يبقى هنا يا حبيبي ايه الحدود الطبيعيه؟ ساعدت المصريين في ايه؟ اقول له ساعدت المصريين على حمايه بلادهم من الغزاة. مين الغزاة؟ اللي عايزين يحتلوا البلد ويسرقوها ويسيطروا عليها. يلا رقم 2، وفرت لهم الامن والاستقرار. الحدود الطبيعيه دي وفرت لهم ان هم يكونوا عايشين كده مطمنين وامنين. ده احنا حوالينا حدود طبيعيه صعب حد يدخل لنا، فنبقى مطمنين. تمام يا حبيبي؟ يبقى لو سالتك ايه اهميه الحدود الطبيعيه او ايه علاقه الحدود الطبيعيه بالحضاره، قول الحدود الطبيعيه دي يا مستر ساعدت المصريين في حمايه بلادهم من الغزاة، ساعدت المصريين ووفرت لهم الامن والايه؟ الامن والاستقرار. الامن والايه يا اولاد؟ الامن والاستقرار. طيب كلام جميل. يبقى احنا كده عرفنا الحدود الطبيعيه عملت ايه. والمصريين يا مستر بقى لما عاشوا في امن واستقرار وحموا بلادهم، ساعتها يا مستر بقى فكروا وخططوا وابتكروا وعملوا الحضاره المصريه العظيمه اللي موجوده. اما لو ما كانوش عايشين في امن واستقرار ما كانش هيبقى في حضاره. تعال بقى يا عم، رقم 5 من العوامل الطبيعيه وهي الثروات الطبيعيه. الثروات جمع كلمه ثروه، فاحنا لما بنشوف الثروه او لما نسمع كلمه ثروه بنعتبر على طول او بنفتكر فلوس، كنوز، ذهب، حاجات من دي. ده بالنسبه لنا احنا كبشر. لكن بالنسبه لدوله زي دوله مصر، الثروه او الثروات ممكن تكون ايه؟ قال لي بص، الثروات ممكن تكون يا مستر في تنوع المعادن والصخور. ان تكون الارض بتاعت مصر مش فيها فلوس بقى، لا، فيها معادن وفيها صخور. معادن زي ايه؟ زي الذهب، زي النحاس، زي الفضه، دي معادن. حلو، كمل معايا. المعادن دي يا مستر او الصخور ليها لازمه، يعني ليها اهميه. ايوه ليها. طب بنستخدمها في ايه؟ احنا يا حبيبي استخدمنا المعادن والصخور دي في حاجات كتير، زي مثلا ان احنا استخدمنا الصخور في بناء الاهرامات. ما هي الاهرامات دي اتبنت من صخور، ولو ما كانش عندنا الصخور دي ما كناش بنينا الاهرامات. تمام. وكمان يا حبيبي استخدمنا الصخور والمعادن في نحت التماثيل. ففي تماثيل نحتناها من الصخور وفي تماثيل نحتناها من المعادن. فكذلك يا مستر احنا استخدمنا الصخور والمعادن في ايه؟ في نحت التماثيل. رقم 3، استخدمنا الصخور والمعادن في ايه؟ في صناعة ادوات الزينة والحلي. ايه ادوات الزينة؟ سلاسل، خواتم، التاج، البقى الاسوره والحاجات دي كلها اسمها ادوات الزينه. والحلي نفس الكلام. اتصنعوا من ايه؟ اتصنعوا من المعادن. اتصنعوا من المعادن. تمام. يبقى يا مستر ارض مصر، ارض مصر ارض غنيه. ايوه ارض غنيه. طيب غنيه فيها ايه؟ فيها معادن، فيها صخور. طب يا مستر احنا عملنا ايه بالمعادن والصخور؟ ما تقول يا عم معايا بقى، عملنا بهم ايه؟ بنينا بهم الاهرامات، وكمان يا مستر استخدمناهم في نحت التماثيل، وكمان يا مستر استخدمناهم في صناعة الحلي وأدوات الزينة. يبقى كده يا حبيبي الثروات الطبيعية اللي ربنا اداها لمصر وهي المعادن والصخور ساعدتنا في حاجات كتير زي ما انت شايف كده. طيب تعالى بقى كده يا عم، احنا كده كملنا ايه؟ كملنا كل
كل العوامل الطبيعيه اللي ساعدت في نشاه الحضاره المصريه القديمه. هنا بقى بيقول لي ايه، ركز بقى كده معايا. اكمل تنوعت عوامل قيام الحضاره المصريه القديمه ما بين عوامل طبيعيه وايه؟ يلا رد، انا مش هقول انا. وعوامل ايه؟ وعوامل بشريه. يبقى عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. اللي بعده، ما العلاقه بين المناخ المعتدل والحضاره المصريه القديمه؟ جاوب انت، انا ماليش دعوه. المناخ المعتدل ايه علاقته بالحضاره المصريه القديمه؟ ها فكر، انا مستنيك. ساعد المناخ المعتدل المصري القديم على العمل والابتكار. على الايه؟ الجهد والعمل بجهد والايه؟ والابتكار. فصنع حضاره عظيمه. فصنع حضاره ايه؟ فصنع حضاره عظيمه. ولو ما كانش المناخ معتدل ما كانش هيبتكر ولا هيعمل بجهد ولا كان هيعمل حضاره عظيمه.